أستاذ عفيف، تفضل. يعطيكم العافية جميعا. أهلا وسهلا. تحياتي للأستاذ حسن. آه، الحقيقة قرينا رواية، ورواية قالت الأستاذ ديما ما بينقصها شيء من الجمالية والإبداع والفن. الرواية بتتطرق قضية المهاجرين قسرا وسرا بنفس الوقت من بلدانهم العربية نحو أوروبا عموما وإيطاليا خصوصا حسب ما إجا بالرواية. حاولت إبراز المعوقات اللي بتعترض هؤلاء المهاجرين، نظرة الإساءة أو الاشمئزاز اللي قوبلوا بها من قبل السكان اللوكيين. الرواية كتبت بأسلوب سردي وبلغة واضحة ومتناسقة، واتسمت بمواضع بالشاعرية والحس الفني، لأنه الكاتب أورد في متنه بعض النصوص الشعرية والأدبية لبعض الشعراء مثل مجنون ليلى ونزار أباني، وكذلك بعض الأناشيد الوطنية لبعض الدول العربية. إلى أن السارد العليم أن بعض الحوارات بين شخوص الرواية وحتى المونولوجات والمناجات الفردية من قبلهم. هلا بطل الرواية مثل ما هو معروف هو الشاب المغربي سعد، ترك بلده متوهما أن الغربة نعمة، ولكن صدمته ليالي البرد القاسية لجمدت ابتداء عروقه والأحلام بصدره، وانتهى به الأمر مرميا على قارعة الطريق لحتى التقى بكريستينا وبلشت معاناته والقصة. في محاور عدة بتتناولها الرواية ورح اتناولها بإيجاز قدر الإمكان. أولى هذه المحاور اللي هي شك الدافع الرئيسي للهجرة تكمن بالإشارة إلى الأوضاع المتردية في بلداننا العربية وانعدام فرص العمل والعيش الكريم بعد أن خيم البؤس على الوجوه الشاحبة التي قتلتها الحاجة والجاري وراء رغيف بعنال، وإن وجد فهو لا يمضغ من فرد من ثروته. وهذه حال مجتمعاتنا أو معظم مجتمعاتنا العربية، فالفقر والبطالة هما من المسببات الأولى لهجرة الشباب والبحث عن فرص عمل خارج حدود الوطن، حتى ولو كانت هذه الهجرة محفوفة بالمخاطر. وأصبحت القوارب اللي بتقل المهاجرين تعرف بقوارب الموت. هلا المحور الثاني تطرق له الرواية منهم بالتعصب والعنصرية اللي كانت شايف مطلق على المهاجرين العرب وكيفية تعامل الإيطاليين شعبا وأجهزة. تذكر الرواية قيس تزوج بامرأة بالحصول على أوراق الإقامة عربي، فلما بيجدها بحضن عشيقة وبينتفض لكرامته بيكون العقاب لها ويحرم من ويتم إبعاده وترحيله إلى تونس. من مظاهر العنصرية أيضا اللي بتتبناه المنظمة المتطرفة اللي بينتمي إليها والد كريستينا، واللي بدي إنه يجب أن تكون إيطاليا خالية من الأوباش العرب أو المسلمين اللي بيحملون العنف والتطرف، فالعرب كلهم حيوانات يجب طردهم من البلاد. وهون لأننا عم نتكلم عن العنصرية ونظرة الإساءة، فبيقضي علينا إنه كمان نقول نعترف إنه نحن أيضا تحكمنا ثقافات وعادات في بعض جوانبها تجعل الغرب التوجس وحذر من التعامل معنا. يكفي أن أشير إلى ما ورد في الصفحة 39 من الرواية، وكيف بيتذكر سعد توصيات والديه. أمه توصيه بألا يتزوج إيطالية لأن الأجنبيات كتب الله كما تقول، وأيضا والده يقول له أن النصرانيات لا رحن للزواج لأنهن لا ينجبن أطفالا ولا يحتشمن أمام الناس. أما في الصفحة 223 يستغرب سعد كيف يتم استقبال الأجانب في بلداننا العربية بكل هالحفاوة، وبيقول مساكين هم العرب
لا يدركون أن هؤلاء لا يستحقون لا الحب ولا الاحترام. وهون أعرف إذا كان هذا رأي كاتب أو رأي سعيد، لأنه اعتبر أن لأنه اعتبر أنه سعد كان محقا عندما قرر أن يتناول الحياة من منطلق جديد بقوله سنكون مجانين إن نحن حملنا أبناء العاهرات محمل الجد. هؤلاء يفترض أن نتعامل معهم على أنهم والعدم سواء. نقطة أخرى بحب أشير لها بما خص المرأة. الكاتب أظهر أن المرأة والفتاة بشكل خاص المرأة العربية إذا ما هاجرت فإنما تهاجر لطبيعة جسدها، وهذا برأيي لا يمكن تعميمه يكون إليه خاصة في عصرنا الحالي. فقدمت لنا الرواية سميحة التي هاجرت نحو الخليج لا تمتلك من المؤهلات إلا تلك المؤخرة المكتنزة وذلك الصدر الذي يغري الجميع، معتبرا سميحة ترسل لوالديها نتيجة امتهانها بيع الجسد، وأصبح والدها من الأعيان، وكأن المقولة تصح هنا بأن الغنى يستر الزنا، وأن الغاية تبرر الوسيلة كما يقول بكافيلي. بموضع آخر سعد ببرر علاقته بكريستينا وتنازله عن مبادئه لما بيصير فيها المناجاة بينه وبين نفسه مع صوته الداخلي اللي بيقول له كن ندلا لكن كن واضحا مع ذلك، جوع والديك يا أيها المنسي لا يؤمن بالإطلاق. يا صاحب الشعارات الفارغة أقول لك أن مؤخرة سميحة صنعت الرفعة لوالديها، إنما عقلك لم يورث والديك إلا الفقر والحاجة، وعليه مؤخرة سميحة أفضل من عقلك. برأيي هذا تجني وظلم للمرأة العربية المهاجرة والعاملة في سبيل تحصيل رزقها وإظهارهن على شاكلة سميحة. بموضوع الشباب العربي المهاجر أيضا قدمت رواية نماذج عنهم يحملون دليل إدانتهم بأنفسهم، عدا عن كونهم مهاجرين دخلوا البلاد خلسة، وهذا الدخول بحكم كافة الأعراف والقوانين الدولية يعتبر مخالفة. إلا أن الأهم من هذا أن تظهر الرواية الشباب العربي وكأنه شباب منحل أخلاقيا مثل العربي نوف الذي قدم بكونه لوطيا، وأيضا وديع الذي اعتقل بسبب بيعه الكوكايين، وحتى حسن رغم صدق مشاعره إلا إنه كان كخائن لحبيبته أمال. أيضا كريستينا بتصف حسن لما بفوت لعندها على البيت جحظت عيناه حين رأى فخذي من تحت تنورتي. النماذج بتعطي صورة غير مشجعة عن الشاب العربي المهاجر، تقدمه بأنه يستسهل الخروج على القانون ويرتكب كافة المنكرات والحماقات. هلا إذا انتقلنا لمناجاة كريستينا مع الله ووصولها لدرجة الإلحاد به، هي حالة ممكن إسقاطها أيضا على حالات مشابهة بمجتمعاتنا، خاصة بعد انتشار الحركات المتطرفة والداعشية اللي بتقتل وبتستبيح الأرض والعرض باسم الله والدين. يصل المرء للقول إذا كان الدين هكذا فبئسا له من دين. أما كريستينا تقول أقتنع يوما بتعاليم القساوسة الذين كانوا يظهرون لي مجرد مشعوذين قتلة متوارين خلف ثياب الفضيلة. وهنا أسأل الكاتب هل لجأ إلى التورية لإيصال رأيه بما نشهده من ممارسات باسم الدين، فترك كريستينا تدلو بدلوها فيما يخص نظرها إلى الكنيسة في حين المراد قد يكون يهدف إليه الكاتب هو طيب على ما نشهده من ممارسات شاذة باسم الدين حتى الدين الإسلامي. الكاتب ما أراد إلا يمر على ذكر بعض الطروحات الفلسفية، ومن هالطروحات علاقة الفرد بربه، وهل هي محكومة بالنفعية التي أصبحت قانونا
تحتكم إليه الإنسانية كما تقول كريستينا، ولعنة الأديان أفكار مدرة لم اعتنقها أحد. بموضع آخر يدعو إلى إعمال العقل والإيمان بضرورة التجدد والتنوع والاختلاف، وأنه يقوم بعملية نقد ذاتي لسلوكياته. والتنوع والاختلاف هن من السنن الطبيعية، لأنه المأساة الحقيقية هي أنه نكون نمطيين متشابهين أو نسخ متطابقة. كذلك بتشير الرواية لمسألة العمل على أنه أساس ودليل وجود الفرد، والعمل هو شيء مقدس، ومتى توقفت عن الإنتاج توقفت عن الوجود. وكأنها نصف يقول ديكارت الذي يقول أنا أفكر إذا أنا أشوف. تعيدنا الرواية إلى أسطورة الإله زيوس بما يخص الحب، لذلك الحب اللي ولد من جرح، وكان الأسطورة بتقول إنه كنا برأسين وأربع أذرع، وزيوس شقنا إلى نصف، ولا زلنا كل نصحف عن نصفه الآخر. برسالة والد كريستنا وإعلان التوبة منها، وأيضا ما أدلى به سعد أثناء جلسة المحاكمة، يقدم لنا نظرته للعالم ودعوته للعيش بسلام بدون تمييز. ولكن يبدو أن هذه الدعوة لم تؤتي أكلها في الأوساط الإيطالية، بقي التمييز العنصري قائما بالرغم مما ورد في رسالة والستينا وتبرؤه من أعمال الجماعة. كذلك سعد بمرافعته أمام المحكمة لأكد كل إيطاليا كما جاء في الرواية. فوجئنا أن الصحف تاني نهار عنونت بين أعيدوه من حيث أتى. بعدين وصلنا هون، يلا دقيقة بس. لابد من تسجيل بعض الملاحظات على هامش الرئيس. أجد أن هناك نوعا من المبالغة بحوار أشرف مع رجال الشرطة، لما بيقول لهم أنه أنا رغم أني بلا وثائق إقامة لا يجب أن تعاملوني بهذه الوضاعة أيها ليك. بموضع آخر وبما يشبه المرافعة بيقول أيها العنصريون يا من تدعون التحضر وتنسبون لنا الهمجية، الهمجية هي ما اقترفتموه في حق أجدادنا. هلا حوار سعد مع كريستينا كمان ضربه واستعماله كيفية استدراجها لتتذكر حقيقة ما جرى لها ولها في الميتم. الفكرة حلوة بس كان غير مقنع، لأنه الهاتف أساسا أخذ منه لما كريستينا بصديقه حسن، فهل أعادته له ليضعه في جيبه؟ ومتى وكيف تم شحن الهاتف مثلا؟ بيستغرب القارئ وبيتساءل إن لهذا المتشرد سعد أن يداوم يوميا على ارتياد المطبخ واحتساء القهوة الغلا، بل إنه أيضا يمتلك هاتف يتصل بواسطة أصدقائه. وأظهرت سعد بصورة الرجل المتسامح المتعالي عن أي خطأ أو خطيئة في حقه. بادر المحكمة بالقول أنا أبرئ كريستينا وأغفر لها كل ما حدث. كمان في ملاحظة هي اقتحام خصوصيات الآخرين. سعد سمح لنفسه باقتحام خصوصيات كريستينا، طلع على مذكرة دون إذن، قرأ، فتح حاسوبها الشخصي خفية عنها. بالنهاية نقول أنه الهجرة لا تزال حلم يراود الكثير من الشباب العربي اللي بيشوف فيه ضوء النجاة، بالرغم من المآسي اللي انتهى إليها العديد من المهاجرين، مثل ما انتهى أشرف بعودته للقرية بعد ترحيله من إيطاليا، تحول لمتشرد بنام على قارعة الطريق، بيحكي لشباب قريته عن الفتيات الشقراوات عن الأزقة. أما قرية مثل كل القرى فلا زالت قبل الموت تزف أرواحهم واحدة تلو أخرى على شطآن الأبيض المتوسط. بالختام، هالرواية أثارت قضية جدلية وضاغطة ترخي على مجتمعاتنا العربية، مما يستدعي التوقف عندها للبحث عن الحلول الناجعة
التي تبعد عنا تناول مرارة هذا الكأس. ومبارك إلى الأستاذ حسن نتاجه. الحقيقة أنا أول مرة بقرأ له وشجعتوني رغيف الأسود. تحياتي للجميع. شكرا أستاذ الله عفيف، يكرمك أستاذ، شكرا لك. شكرا على مداخلتك الجميلة والطويلة اللي يعني تناولت معظم ما جاء بالرواية بشكل جميل. أستاذ حسن